بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المشاهدون الأفاضل، أيتها المشاهدات الفضليات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أيامكم وأوقاتكم بكل خير. نلتقي بكم مجددا في حلقة جديدة ومتجددة من برنامج والصلح خير، هذا البرنامج الذي يهدف إلى إقامة جسور المحبة ويبرز المقاصد الشرعية من إصلاح ذات البين. فضيلة الدكتور السعيد بويزري يتواجد معنا ومعكم من وسط هذا الفضاء الإعلامي التلفزي لقناة القرآن الكريم الخامسة لإصلاح ذات البين. نرحب بكل من يتواصل مع البرنامج، من يتصل بنا، من يلتقطنا عن طريق الأقمار الاصطناعية. نرحب أيضا بالجالية المسلمة في المهجر، ولكم مني تحية الفريق التقني العامل معنا هذا المساء. نبدأ هذه السهرة بالترحيب بفضيلة الدكتور السعيد بويزري. مرحبا بك دكتور. مرحبا أختي نجد، أهلا وسهلا. الحمد لله، أنت بخير؟ الحمد لله. وفقك الله دكتور في حب الخير وسعيك للمعروف ولإصلاح ذات البين. آمين. قبل أن نبدأ السهرة دكتور، نود أن نقول هنيئا للفريق الوطني الجزائري بتفوقه على نظيره السنغالي ب2-0 في غينيا الاستوائية، وهذا في إطار كأس إفريقيا للأمم. دكتور، عالم الجزائر يرفرف تحت سماء غينيا، ودائما يسموه هذا الفريق الشاب اللي عنده الإرادة يسموهم بالخضر. دكتور، ما تعليقك في برنامج والصلح خير ونحن نشارك الفريق هذه الفرحة؟ دكتور تفضل. لك الفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معاشر المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في برنامجكم والصلح خير. إذن هذا الفوز فوز مستحق. نحمد الله عز وجل على هذه النعمة. نسأل الله عز وجل أن يرفع علم الجزائر في جميع المجالات، فتكثر انتصاراتنا وتقل انكساراتنا تمهيدا لانعدامها تماما، لننتصر فعلا ونمكن في جميع المجالات. نعم دكتور، وقبل أن نبدأ البرنامج دكتور، اليوم سنتحدث على موضوع في غاية الأهمية، وهو الشباب والعنف. لا للعنف في الأوساط الشبانية، لا للعنف في الأسرة، ولا للعنف بين الأطفال في المدارس دكتور، ولا في الملاعب، ولا في الملاعب أيضا. هنيئا لنا دكتور، وهنيئا لمن اتخذ الإصلاح كعبادة دكتور، مثل ما يفعل فضيلة الدكتور سعيد بويزري، الرجل المصلح الذي يحاول إصلاح ذات البين. ويحاول فضيلة الدكتور أنه دائما من خلال هذا المباشر ومن خلال برنامج الصلح خير أنه يدخل الفرحة في قلب كل إنسان يعني يشكي من مشكلة أو يعيش نزاع وخلاف. دكتور، وعدنا المشاهد الكريم في الحلقة الماضية بأنه في هذه الحلقة بحول الله تعالى يرد فضيلة الدكتور على فريد من تيزي وزو شفيعة من بجاية، اللي كانوا اتصلوا بنا قبل نهاية البرنامج في مداخلة قبل نهاية البرنامج للأسبوع الماضي. تفضل دكتور. لك الفضل. إذن كما وعدناكم نبدأ بأخي فريد نعم. من تيزي وزو، اللي عنده 30 سنة. قال كنت ضحية العنف المدرسي، ولكن في الحقيقة قال كلام يعني نتمنى أن يسكن قلوب جميع من مورس ضدهم العنف. قال: عفى الله عما سلف. لماذا؟ لأنه الذي يحمل الأحقاد في الحقيقة يدمر نفسه ويغذي العنف في قلبه. نعم. ونحن لابد أن نتعاون، لابد أن نتسامح، لابد أن تملأ قلوبنا بالخير والتسامح. نعم. مزدي ثولون شبحا وذمون. الحرص على صفاء القلوب أمر مهم. رسالتك يا أخي فريد مهمة جدا، خاصة حينما تنبع من التجربة ومن الخبرة. ثم يقول التعامل بالتي هي أحسن. نعم، هذا منطق القرآن. ربنا يقول في القرآن الكريم: ادفع بالتي هي أحسن. نعم. بالتي هي أحسن، معنى كل حال، كل ظرف، كل موقف يجد فيه الإنسان نفسه عنده جملة من الخيارات. عنده خيارات نتاع العنف وما أكثر صور العنف، عنده خيارات أخرى نتاع اللين، نتاع الحلم، نتاع الرفق. عليه أن يلجأ إلى اللين وإلى الحلم
ويبتعد عن العنف بقدر الإمكان. ثم يقول الأولياء يعني وهمة وكذا، فعلا الحقيقة هذه يقولوها يعني الناس كبار، يقول لك بكري كنا نربي المجتمع بحرفين. نعم. همة. نعم. معنى هذه الدلالة على حضور المجتمع، دلالة على يقظة الضمير، دلالة على ترجمة مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم. هذه الأمة اليقظة. النبي عليه الصلاة والسلام قال ماذا أنتم فاعلون لو طغى شبابكم، وركز على الشباب. سنعود إلى معنى هذا الحديث بعد حين. وفسدت فتياتكم، قالوا أو كائن ذلك يا رسول الله، إلى أن قال في الأخير والذي نفسي بيده لا تكونن فتنة يسير فيها الحليم حيرانا. وبعدين قالوا ماذا أنتم فاعلون لو لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر. معنى هذا المبدأ إذا تعطل في المجتمع يضيع يتيه. لذلك همة كي تكون داخل المجتمع دلالة على يقظة الضمير، على حضور الضمير الجمعي في المجتمع، والمجتمع يتربى بهذا الأمر. نشكرك. ثم تحدث الأخ فريد عن العولمة الثقافية الإعلامية. هي عولمة قوية جدا الآن تفرض قيما علينا، والآن البقاء للأقوى حقيقة، ولكن نحاول نطبق القاعدة ونترجمها عمليا. البقاء للأصلح. إذا كان غيرنا ينتج ما يفسد أخلاقنا، ما يدمر قيمنا، فماذا نفعل نحن؟ لذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما سئل عن الساعة، متى الساعة يا رسول الله؟ ومن المثل يردونيث وسينا بعد 100 سنة، بعد 20 قرن، إناياس ذا شو استهجام ذاعوين وماذا أعددت لها؟ الإعداد. وربنا قال في القرآن وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. لذلك مثل هذه العولمة الثقافية التي تفرض نفسها علينا لابد أن نوجهها بديننا، بقيمنا، بأصالتنا، بثقافتنا الأصيلة، لنتمكن أولا من تأثير المجتمع وتأثير شبابنا والمحافظة على قيمنا، على منظومة القيم عندنا. ومن جهة أخرى أيضا لا ننسى رسالتنا. نحن أمة الرسالة، وربنا عز وجل أمرنا بأن نبلغها للناس جميعا كما كان يبلغها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أخ فريد. الأخ فريد دكتور من تيزي وزو، شفيعة من بجاية دكتور. نعم. تقول معروف هكذا في المجتمع اللي يكون متسامح يسميوه جايح. نعم. معليش الأخت شفيعة يعني. نعم. معليش أين الإشكال يعني؟ حتى إذا كان سميوك جايح ولا أي واحد متسامح يسميوه جايح ما كان إشكال. لذلك ربنا عز وجل كي قال وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. معنى عندنا مراجع نرجع لها، ربي أولا ثم النبي صلى الله عليه وسلم ثم المؤمنين. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون إلى آخر الآية. وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. مع الإنسان كي يدير عمل صالح حتى ولو لم يرضى عليه الناس، هذا الأمر لا يهم، يجي نهار إن شاء الله تعالى يرضون بذلك الخلق. إذن الإنسان يخدم وما ينظرش إلى هذه التعليقات المثبطة العزيمة. وثاني فكرة أخرى ذكرتها الصدق في الصلح. حقيقة كلما كان الصدق حاضرا كلما كان الصلح فاعلا. ليفيكاسيتي، فعالية الصلح تكون مع الصدق. لو كان أحد الخصوم ما يكونش صادق في المجلس يقول معليش متسامح متصالح، بعد ذلك يحمل أحقادا، وأول فرصة تتاح يفجر الوضع من جديد. وكم من قضية أعيدت من جديد وفجرت من جديد فصارت أعقد مما كانت. وصمام الأمان لدوام الصلح وتمامه الصدق. شكرا لك أختي شفيعة. دكتور، بالنسبة للبريد الإلكتروني مختار من وهران عبد المجيد، لسنا ندري من أي مكان يعني ما دلناش في الرسالة، ومن معسكر كتب زي ميم هكذا باش يعرفوا باللي فضيلة الدكتور وعدهم بالجواب في برنامج والصلح وخير. تفضل دكتور. لكن الفضل قبل ذلك يا أختنا نجاة تفكرت هذيك السيدة عطت السؤال على العمل في التأمينات. نعم. وأنت أحلت السؤال إلى برنامج هلا سألوا وقد أجبتها الأحد الماضي. نعم. مع زميلي واشم، مع الأستاذ محمد صالح. نعم. حكم العمل في التأمينات. طبعا نعم. تتكامل البرامج. نعم.
وطبعا المسائل الفقهية تأتي في هلا سألوا، والقضايا هذا برنامج مخصص للمشكلات للنزاعات. مختار من وهران. رسالتك يا أخي قرأتها، من ضمن ما ورد فيها أنت طلبت كتاب مصحف القرآن الكريم على رواية ورش من الحجم الكبير باش تقراه يعني كما يلزم، والعنوان تاعك موجود. ألتزم بأن أرسل إليك هذا الأسبوع هذا المصحف إن شاء الله تعالى، إن شاء الله يوصلك. وإذا لقيت فرصة كيفاش يجي يدا بيد أسرع فذلك أحسن. بارك الله فيك. الله يبارك فيك. ثم البريد عبد المجيد أو معسكر زيميم، يعني زيميم. نعم من معسكر. طبعا دار رمز هكذا. الجواب باختصار يا أخي الكريم زيميم من معسكر. طيب طبعا نبادركم نفس الشعور، والبرنامج أيضا يبادركم جميعا نفس الشعور. وقال أنه الوالد مريض ودار كما يقولوا هبة دوناسيون في مرضه، وأعطاها كما دائما نفس الأخطاء تتكرر. يأتي الوالد بعض الأولاد واحد ولا زوج يروحوا معاه للنوتير الموثق ويكتب لهم المسكين كما فعل هذا الوالد. وبعدين للأسف طبعا كان ظلم واضح. نعم. أعطاه هبة أولا في مرض موته، والمشرع الجزائري وفقا للفقه الإسلامي وبالذات في المادة 204 المشرع الجزائري واش يقول؟ تنص المدعى الآتي أن الهبة في مرض الموت وفي الحالات المخيفة وفي الأمراض المخيفة هذه تأخذ حكم الوصية، بمعنى تطبق عليها أحكام الوصية. الوصية التستامون عندها أحكام، من ضمن الأحكام تاعها أنه لا وصية لوارث، من ضمن الأحكام تاعها أنها لا تتجاوز حدود الثلث. نعم. من ضمن الأحكام تاعها أنها تتراخى أثارها ويتراخى تطبيقها إلى ما بعد وفاة الموصي. ولكن الهبة دوناسيون في حياة الواهب، ولكن بشرط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. اللي يعطي هبة ولا دوناسيون لولاده لازم يعدل كي الذكر كالأنثى، نؤكد باستمرار. ما هوش ميراث. في الميراث الذكر يأخذ ضعف الأنثى، ولكن في الهبة لا. إلا أعطيت حانوت لوليدك تعطي حانوت لبنتك، وهكذا. أعطيت 100 مليون لوليدك تعطي 100 مليون لبنتك. نعم. ماشي بالضعف، وهذا هو العدل المطلوب فيه شرعا. ثم أعطى سؤال مهم جدا، قال لك هل ترى ممكن عندنا حق نراجعوا هذه المسألة؟ ممكن مراجعتها طبعا وفقا للشريعة الإسلامية. أما المسائل الأخرى أجيبك كتابة يا أخي، ما يتعلق بحقوق المجاهدين وأولاد الشهداء وكذا أجيبك كتابة. نعم. أخيرا عبد المجيد دكتور. الأخ عبد المجيد رسالتك أيضا قضية فيها من ميراث وفيها غرفة مش عارف وكذا إلى ما يهمش، يعني عقارات المنقولات هذه لا تهمنا كثير. المهم احنا الفريضة قال لك المرحوم ترك 5 أبناء وبنتين وزوجة هكذا. قال لك ولكن للأسف يعني كاين اللي خذاو وكاين اللي ما خذاوش كما العادة. واحد منهم استولى على التركة، على بعض التركة دون الآخرين. وأعطى سؤال قال لك هل يمكن إعادة القسمة؟ حينما اقترحوا هذا الاقتراح رفض الذين استولوا، رفضوا. قال لك لا ما نعودوهاش. أنا نقول لك شرعا يا أخي العزيز ماشي يجوز، يجب إعادة القسمة. لماذا؟ باش الأب الله يرحمه يرتاح في قبره، يرتاح. لماذا؟ اللي من الأولاد ما يلزمش يكونوا أنانيين، اللي خذا يقول كان ما يهمنيش هو خليه يحصل في الآخرة. لا الولد الوفي هو اللي يدير مراجعة نعم. للأمر الذي قام به الوالد حتى في حياته من أجل تحقيق راحته. ولازم يكون قسمة حسب الفريضة الشرعية. الزوجة ترث الثمن والباقي يقسم على الذكور والإناث طبقا لقاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين. أما تبرير ذلك بعقد الشهرة وكذا ما يهمناش الوثائق. دروك إذا كان واحد من الأولاد ادى أكثر من حقه بكثير وعنده عقد الشهرة عنده كواغط، من بعد أين الإشكال؟ الكارت هذا تنحوه السلام عليكم. ديروا على مستوى الموثق، تراجعوا
كل شيء بما يتفق مع شرع الله، وهذا هو الوفاء، وفاء الورثة الخلفاء لمورثهم. انتهى الباب. بارك الله فيك دكتور. نتمنى من السائلين أنهم استفادوا من أجوبة الدكتور سعيد بوزري من خلال برنامج والصلح خير، وفي القضايا اللي طرحوها عن طريق البريد العادي. دكتور سعيد بوزري، دائما كنا نقول أنه الشباب هو القوة الاقتصادية والاجتماعية، وهو أيضا قوة للاستثمار، ولكن في الآونة الأخيرة أصبحنا نسمع ونشاهد عبر الشاشات ونقرأ الجرائد أنه العنف بين الأوساط الشبانية أصبح يزداد يوما بعد يوم، وارتفعت الوتيرة العنف في الأوساط الشبانية، وكأن هذا الشباب هدورهم ناقمين على المجتمع اللي عايشين فيه. دكتور، في ضوء النظرة الإسلامية والأخلاقية القيمية التي تدعو إلى الرفق واللين كما كنت تقول قبل قليل، وكظم الغضب والعنف والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس كما كنت تقول لا تغضب، كل هذه التوجهات النبوية ووفق النظرة الإسلامية في برنامج الصلح خير، أخطر المشاكل للشباب هي القلق، العنف والتوتر، واستعمال في بعض الأحيان الأسلحة البيضاء والسلاسل الحديدية والضرب. كل هذه المسألة أصبحت يعني نعيشها في المجتمع تاعنا، والشاب هذا اللي يكون متعنف يدخل الأسرة ويزيد يستعمل العنف أو واحد آخر، وأفراد الأسرة يبدأوا يعيشوا نزاعات وخلافات وما يعرفوش الاستقرار تماما. ماذا يقول فضيلة الدكتور بالنسبة لموضوع حلقة اليوم وهو الشباب والعنف في برنامج والصلح خير، ويحاول دائما إصلاح ذات البين من خلال القضايا التي نعرضها في برنامج والصلح خير؟ تفضل دكتور. بارك الله فيك أختي نجاة. نحاول نكون مركزين إن شاء الله، نذكر أهم الرسائل وما نطولش، نخليكم المجال الأكبر لكم. نعم. سادتي الأفاضل، نعم، أولا الشباب من خصائصهم القوة، قوة في العقل وقوة في البدن. نعم. إذن الشباب طاقة، نعم. إما طاقة عمار إذا وجهت، إذا ربيت، إذا تم إرشادها وتوجيه طاقاتها إلى الخير والصلاح تصبح طاقة عمار تعمر، وإذا أهملت وضيعت تلجأ إلى العنف فتتحول إلى طاقة دمار. إذن كعنوان الشباب طاقة عمار أو طاقة دمار. هذه كمقدمة. الآن نروح للأسباب. طبعا ظاهرة مخيفة كما قلت حقيقة. الآن الأسباب كثيرة، من هذه الأسباب التنشئة الاجتماعية، من هذه الأسباب التنشئة التربوية، إذا كان واحد تربى على العنف يولي عنيف. من هذه الأسباب المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، البطالة والفراغ. الفراغ أم العيوب، يعني كي يكون شاب بطال لا خدمة لا ردمة كما نقولوا، يولي الشيطان يدير فيه العجب، والنفس نتاعو تتحول إلى نفس شريرة، ويضر ويظلم ويستخدم العنف بجميع صوره وجميع أشكاله. حبيت نفوت رسالة مهمة، أن الشباب إذا كان بقى في حالة من البطالة، من التعطل، تولي طاقة فعلا معطلة، تنصرف وتلجأ إلى استخدام العنف. هذه إذن أهم الأسباب. وكذلك من الأسباب وهي مهمة جدا أيضا، أنه كي نتكلموا على العنف حينما يكون في المجتمع، الشباب يولي يعتقد أن حل المشاكل لا يكون إلا بالعنف. تقولوا باش تفري مشاكلك لازم لك العنف، كما قلت استخدام الموس، ثقافة الموس. نعم. ثقافة السلاسل الحديدية. وكل واحد جاهز للحرب، يخرج ومعمر جيبه، هذا السلاح هذا كذا، كل واحد واش يدير، أقصد السلاح الأبيض طبعا. ثم في دماغه أيضا يقول لك أنا في حد دفاع شرعي. ممكن هو يكون إنسان مليح يقول لك لا، ولكن مادام هناك عنف منتشر في المجتمع، إذن أنا نكون في حال دفاع شرعي فأستخدم. وربما تجذرت واحد الفكرة خطيرة جدا. نعم. يقول لك اللي يبغى الذي أراد أن يحل مشكلاته لازم استخدام العنف. ما كانش العنف ما تجيب والو. استخدم كيغيل، نقول بالقبالية استخدم كيغيل لا فيولونس، تساوي سوا في خسارين يستهدوا أما ديال مزيان، أما تسمورثيا وكما ذا المجتمع ككل. بالنسبة للآثار، آثار كثيرة، يكفي أن نذكر 3 آثار مهمة وخطيرة. الأثر الأول، كلما انتشر العنف لدى الشباب
كلما تجذر العنف أكثر. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة الكرام: ماذا أنتم فاعلون لو طغى شبابكم وفسدت فتياتكم؟ قالوا: أو كائن ذلك يا رسول الله؟ قال: وأشد من ذلك سيكون. خاطر الشباب بالقوة اللي عندهم إذا كان فسدوا عندهم قدرة على الدمار، والظلم والعنف إذا دام دمر. الأثر السلبي الثاني وهو خطير جدا أنه تهديد الأمن الاجتماعي. يوليو الناس كلهم عايشين في خوف وفي رعب. والأثر السلبي الثالث أن العنف هو الذي يعقد القضايا. تكون قضية عادية، قضية تجارية، قضية مدنية، إذا ما كانش العنف سهل. إذا دخل العنف تعقد أكثر فأكثر. بارك الله فيك. فحضور العنف في أي قضية يعقدها ويعطل مسيرة الصلح. كم من قضية يعني بالتجربة الكبيرة في هذا المجال، والحمد لله نسأل الله دوام النعم وتمامها. إن شاء الله ربي يوفق جميع المصلحين والمصلحات ويعطوا لهم ربي الصبر، لأنه حقيقة الحياة الآن صعبة. تحدثت مؤخرا مع أحد الشيوخ عنده أكثر من 90 سنة. يعني كي يحكي يقول كل شهر عندنا مشكلة ولا زوج. قلت له: يساعدك. يعني إذا كان كل شهر عندكم قضية ولا قضيتين يساعدكم. احنا أحيانا في اليوم الواحد ربي يعلم أكثر من 10 قضايا في اليوم الواحد. لأنه قضية معقدة جدا. فكل قضية يكون فيها العنف خلاص تتعقد والصلح يتعطل. باش تفعل القضية في نهار ولا في شهر ولا تولي ربما في سنوات. لذلك هذا أثر خطير. الآن العلاج باختصار. العلاج طبعا نبدأ بالإيمان. يا ناس المؤمنين والله كل ما الإيمان ملأ قلوب الناس كل ما الناس تفكر في العواقب، تدير الإحسان، يكون عندها معاني هذه تعافى الله عما سلف. والحديث اللي ذكرتها قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بسرعة الرجلة، ماشي في الضرب وكذا وإلى آخره، وفي كثرة عدد الضحايا. يقول لك فلان ضربته بالموس، فلان ضربته بالعصا، فلان ضربته كذا. هذه مش رجل أبدا. قال قبيلي: الشبح برقسي الرقزة، جمال الرجل في رجولته. الرجل هو اللي يسمح، هو اللي عنده القيم، ماهوش غير طول نهاره هو يضرب في الناس والعنف إلى آخره. لذلك العلاج هو الإيمان أولا. ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. حديث أخرجه الإمام البخاري عن سعد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. طيب، ثاني الأمر الثاني وهو الوعي. واحد يكون واعي نضج، يولي يفكر في عواقب السلوكات. يقول: يا عجبك ندير حاجة لازم يشوف المآلات. فيه في الفقه قاعدة اسمها العبرة بالمآلات. لازم واحد يفكر في المآلات. استقبالي تنقار يلهاوي تحزيفا يتوالي غرزات لي كونسيكونس وراهي رايحة. العنف هذا ممكن يوصل الاقتلاع، ممكن يوصل لأشياء كثيرة. ما الفائدة واحد عنده 20 سنة 25 سنة يدخل الحبس؟ ما الفائدة؟ ما الفائدة؟ ما عنده حتى فائدة. خلاص عطل حياته، ما كان لا مشاريع، ما كان لا خدمة لا ردمة لا والو، راه عايش في الحبس. ربما باش فقط يستجيب لهذيك النزوة هذيك قال لازم يثبت رجولته. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تغضب لا تغضب لا تغضب. ويقول في حديث آخر: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، إلى آخر الحديث ذكرناه في اللقاء السابق. وقلنا ما ناخذوش التجربة نتاع قابيل استخدم العنف. أول سلوك عنيف هو قابيل كي يقتل خوه، قال لأقتلنك. ما نتبعوش هذا القابيل هذا لأنه يدينا للهاوية. الأمر الثالث، العلاج الثالث، لابد من تذليل العقبات التي يواجهها الشباب باش نكونوا موضوعيين. يعني الشباب اللي عنده البطالة، اللي عنده مشاكل، اللي عنده عمر بن الخطاب ذكرنا هذا ونذكره الآن كي قال: إن الأيدي خلقت لتعمل، هكذا خلقها ربي سبحانه. فإذا لم تجد في الحلال سبيلا التمست في الحرام سبولا. إذن لابد من تبني قضايا الشباب ومشكلات الشباب، لابد من تذليل العقبات في طريقهم. نأتي ربما إلى حل آخر وهو مهم جدا، اللي هو ضرورة فتح أبواب الحوار. الشاب عنده طاقة، لو كان يجي أي مصلحة، سواء داخل المنزل في الأسرة ولا خارج الأسرة في الإدارة، كي يجي الشاب إذا قلت له مرحبا بك أهلا وسهلا ماذا تريد، بإذن الله يولي مسكين ولا يتهضر يعني بلطف بلين، أليس كذلك؟ إذا كان لقى الصدود لقى المشاكل طبعا عنده حاجة أخرى، يقول كي تخرج من الخدمة تلاقاو. وكم من أناس يعني وحقيقة يعني حقيقة لابد أن نواجه كما يواجه الطبيب
حقيقة المرض مع يشخص. المريض. نعم. قل راك المريض لازم شجاعة أدبية باش نعالجوا أمراضنا. وبعدين ربي سبحانه سينظر إلينا بعين الرحمة ونتهنوا من هذا العنف ونرتاح. اعذروني أطلت في مقدمة، المجال لكم. كانت مهمة المقدمة دكتور. الله يبارك. دكتور شكرا، نشكرك على هذه المقدمة. فضيلة الدكتور سعيد بويزري يحاول دائما إصلاح ذات البين من خلال برنامج والصلح خير. قبل ذلك أذكر المشاهد الكريم بالأرقام الهاتفية التي تشاهدونها في أسفل الشاشة: 021 37 42 87 021 37 45 64. من أراد أن يتصل من خارج الوطن عليه باستعمال 00213. البريد الإلكتروني لبرنامج الصلح خير صلح@tv.dz، وموقع الدكتور سعيد بويزري ب4 لغات www.bouizri.net. إذا دائما كما كان يتحدث فضيلة الدكتور سعيد بويزري، الانحراف، الاكتئاب، العصيان، القلق والعنف، يستخدم الشاب كل هذه المواصفات حتى يتعنف مع غيره لأسباب أو لأخرى. لفهم موضوع أسباب العنف ستشاهدون معنا استطلاع أنجزه لنا الزميل نوفل عبدوس، ثم نعود لإصلاح ذات البين من خلال مكالماتكم الهاتفية. سنعود بعد قليل، تابعوا. العنف أسباب الشباب جاي نعذرهم. أولا أزمة السكن، ثانيا أزمة البطالة والعمل، ثالثا أزمة الزواج. عباك المشكل تاع العويص نحكوا على قصص اللي كان في وقت عمر بن عبد العزيز اللي كان جدو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. في وقته كان يجمع بيت من المسلمين، في وقته كان يزوج الشباب. تيماجين انت تمد الفقير يقول لك عندي ما نسحقش الحق الدرجه الاخيره. وشباب ولات عنده عقده نفسيه، هذا كاع من الفيد الخدمه ما كاش وبعدنا عدن تسمى ما ولناش شادين في الكتاب كما يلزم. ليستاد خو الاخلاق ثاني، راحه الاخلاق، التربيه، الوالدين ما يزيرش ولادهم. باسكو الفيد بزاف والخدمه ما كاش. هاد لي جان تاع دوكا تلقاهم خفاف، تلقاهم مقلقين. هادي كاع من ليديكاسيون من الدار، من التربيه تاع الوالدين، تبدا من الصغر. تلقاهم شغل ما وقفوش عليهم، خلاوهم هكذاك في الشارع، تعلموا بزاف حوايج من الشارع. ما كاش دي سونتر، ما كاش مام في المسايد. تلقاه ما يقراش كذا، ماشي يقولوا له يا ودي وعيوه، يخلوه يزيد يخرج الزنقه، يقول له خرج ما تقراش كذا. بزاف كاع الناس كيما يقول لك تسال فيها. المسيد، ديور، الجوامع، كاع لازم كاع يديروا حمله ضد هاد الحوايج هذولا ما يصراو تاع العنف، باش ان شاء الله نتهناو منه. جاي اولا قبل كل شيء الدراري خرجوهم بكري من المسيد. اورينتاسيون انا نقول باللي لو كان يزيدوا يشدوهم والمدرسه تربي هكذا. المدرسه تربي. وشنو ما يخفاناش كاملين باللي جوزنا ازمه تاع هذيك العشريه السوداء كما يقولوا لها، ولا الحمراء، كل واحد يسميها كما يحب. في هذا الباب هذا كانت كما نقولوا العشريه السوداء هذيك دارت ما دارت. وبالك كاين بعض المناطق في الجزائر كامله من الطرف للطرف، كسوا في الجي في لي زونفيرومنا، شويه العزله، شويه هادي، شويه لا مالفين تاع لي جان هادوما ومنا. وين تكون اون اوكازيون باش يخرجوا والله، وين تكون اون اوكازيون باش يخرجوا واش عندهم هذيك الشحنه هذيك. alors que ça soit dans les stades ولا كي يكون جوست ان موفمون دو فول هكذايا، تصيب لي جان كاملين يسون بريديسبوزي فير لا فيولونس هكذا. ولو كان دوك تحط لهم ينافيش تاع سيليما هنايا حاجه شابه حاجه هذه، الاولاني الثاني الثالث العاشر ما شافش يبدا يدفع ويبدا. En premier lieu, c'est la faute aux parents parce qu'ils n'écoutent pas leurs enfants assez. Ils n'ont pas l'écoute à leurs enfants. Deuxième, c'est l'école. Les enseignants ont aussi leur part dans ça parce qu'ils sont pas aussi attentifs aux élèves. الدار ما يشرب بكري، الدار البابات واليمات. كان واحد انا نشوفه كنت صغير نقول لخالي، ماشي خالي، نقول طفل صغير عليا، نقول له حمار يما دير لي الحار في فمي، صح ولا ماشي صح؟ دوك هذيك ما كاش نحاوها. حاجه طروازيام، طفل كيكون في عمره 5 سنين دوكا ما يدخلوه لاكراش ما تربيش، هي مامو يدخلوه الجامع يربيه يا اخو. الجامع كيما قراو جدودنا بكري، وهم قراو لا محاكمين بلاد هذه اللي حاكمين تاع الصح بكري، قراو في الجامع
قراو في الزيتونه وقراو في الازهر، دوكا ما مشي يقراو يا اخو، على بالها ما عندهمش التربيه هذيك. السلاح الابيض انا ما نعذر كاع الشباب، ما يحكم السلاح الابيض ولا سلاح كما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح يقول لك انسان ملعون يرفد حديده وعلى وخوه هو ما يدرك بسيف. بصح هاد الشباب نعذروا، السلطات هي سبت لهذاك الشيء. رجل زايده ترفد موست كريسي كدا، هذا كاع من الفيد يا اخو، الفيد والخدمه. الشباب ما يحبش يخدم، نقولها لك ديريكت انا، ممكن تكون الخدمه يتكبر على الخدمه. يا خويا السلاح الابيض واقيلا نجاب لي ربي المؤثرات اللي راهم يستهلكوهم الشباب، بالك هما اللي راهم زادوا دفعوا شويه اونكور بلوس الشباب للسلاح الابيض. انا نقول هكذايا باسكو علاش الانسان يكون واعي وفي صرح والو ما شكيتش راح يأذي واحد اخر، والو كاين ان بورسونتاج اسي ريدوي باغ اكزومبل نتاع الناس كي سون فيولون، ولكن سو لي في دي دروغ اي تو سكي سون سوي ومنها ومن لهيه جاب لي ربي هو اللي يزيد ياثر على الشباب باش يكون هذا العنف هذا اللي يكون كما تقول انت بالسلاح الابيض وما رانيش عارف. يا اخو نمشي نقيم روحي يقيموني الناس، ما نديرش شبهات العمر يا اخو، علاش ندير شبهه؟ علاش نمشي خايف نستنى بوليسي يجي يقول لي بابي يا اخو دوك مونطاليتي تاع لا مونطاليتي يا اخو نقول لك علاش يمشوا معاهم المواس، بس كي يكون في حومته يا اخو يحقر الغاشي، يخاف يكون يمشي يطيح في حومتك شي واحد حقره يقول لك انا على برا ما كاينش اللي حامي عليا، واحد ما يعرفني يرفد معاه موس يحامي بيه على روحه. إذا كانت هذه آراء مختلفة حول أسباب العنف في الأوساط الشبانية. نعود إلى فضيلة الدكتور سعيد بويزري. دكتور، كيف نحيي الروح الجميلة والطاهرة في صفوف الشباب بغض النظر عن العنف وكل هذه المسائل دكتور؟ نعم. كل مولود يولد على الفطرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني وربي قال في القرآن ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها نعم. وقد خاب من دساها. يعني المهمة أو المسؤولية راهي بعد قد أفلح من زكاها. وعملية التزكية هذه يتعاونوا عليها الوالدين، يتعاونوها المعلمون وأئمة المساجد ورجال التربية والتعليم، هي مسؤولية الجميع، فالمسؤولية مشتركة بإذن الله تعالى. تتفجر طاقات الخير في هؤلاء الشباب وتوجه نحو البناء والتعمير لا نحو التدمير والتفجير. نعم دكتور. نعم. إذن دكتور بالنسبة للمراسلة قبل أن أخذ اتصال، كانت مراسلة في موقع فضيلة الدكتور سعيد بويزري. أم دعاء تواصلت مع الموقع من خلال مشكل العنف المدرسي، واللي تقول باللي البنت تاعها تضربها المعلمه تاعها، وهي راهي البنت تاعها راهي في الصف الثالث ابتدائي. تقول رحت انا الام تاعها باش نقابل المعلمه تاعها باش نعرف الاسباب تاع هذا الضرب. غضبت المعلمة وما حبتش تحضر للجلسة اللي حبتها أم دعاء. وتقول لك ماذا أفعل دكتور بالنسبة لهذه القضية التي يعني تعاني منها بنت السيدة الكريمة اللي تقول بأنها أم دعاء في موقع الدكتور سعيد بويزري. تفضل دكتور. تفضل. أم دعاء، أولا نأسف كثيرا لما حصل. طفلة صغيرة في الصف الثالث كي تنسى كراس ولا تنسى كتاب والمعلمة نتاعها ضربها. مانيش عارف يعني الضرب هذا واش يجيب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. ربي سبحانه يقول واذكر ربك إذا نسيت. يعني هذه طفلة صغيرة ونسات، يعني أين الإشكال؟ الصف الثالث. نعم. يعني قادرة هي عندها وسائل أخرى تربوية. تقولها بنتي نسيتي الكراس نتاعك، هذا يسبب لك من بعد جهد إضافي، غدوة تفكريه وهكذا. تسمح لها وترشدها ماشي كي تضربها. هذا خطأ، هذا خلل تربوي خطير من قبل هذه المعلمة. ربي يهديها ويهدينا جميعا إلى الحق. أما بالنسبة للأم قولها بارك الله فيك، أنت مسؤولة كي رحتي باش تزوري المعلمة، درتي سلوك حضاري، سلوك تربوي، ولكن للأسف أن لم تستقبل استقبال يليق بها. نعم. أمر ثاني انتقمت من الطفلة، يعني غابت عن الحضور. نعم. وأهانتها. نعم. لا إله إلا محمد رسول الله. يعني نقول هذه السلوكات إذا كان مرفوضة من الصغار فهي مرفوضة ممن يفترض فيه الخير. المعلم والمعلمة هما مصدر التربية والتوجيه قبل العلم. هذا هو. إذا طبعا إذا كان بقى الأمر هكذا، يعني الذي أنصح به تروح المسؤول مباشرة على
المؤسسة التربوية المدير ترفع شكواها. فإذا كان طلب الأمر توصل إلى الجهات المسؤولة الأخرى لابد من ردع. حنا نقولوا ما نروحوش مباشرة إلى الوسائل الأخرى نتاع وكيل الدولة وكيل الجمهورية مش عارف المحاكم. لا. ولكن هذه آخر الحلول، ولكن لابد من ردع بعض الذين لا يردعهم إلا ذلك. فقد قالها عثمان بن عفان: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. نعم، شكرا دكتور. إذن قبل أن نأخذ اتصال أذكر بالأرقام الهاتفية التي تشاهدونها في أسفل الشاشة بين الحين والحين: 021 37 42 87 021 37 45 64. من أراد أن يتصل من خارج الوطن ما عليه إلا أن يستعمل 00213. والبريد الإلكتروني لبرنامج والصلح خير صلح@7tv.dz. أما موقع فضيلة الدكتور السعيد بويزري ب4 لغات www.boizri.net. هل هناك اتصال سعيد؟ في انتظار أن نأخذ اتصال دكتور. بالنسبة للشباب والعنف دكتور، كنت قلت لك في المقدمة دكتور عندما يكون العنف في الأوساط الشبانية أي شاب اللي يتعنف يدخل للبيت تاعو. إذن بعد ما يدخل البيت بطبيعة الحال راح يخلق مشكل وتهتز الأسرة بها بالاستقرار تاعها. ربما دكتور هناك أسر يعني تعاني من هذا المشكلة، ربما ما يقدروش يتصلوا. كيفاش ينصحهم فضيلة الدكتور السعيد بويزري التعامل مع هذا الشاب المتعنف الذي لا حوار معه ويستعمل إلا الدمار، ربما باش يبرز الشخصية تاعو في الوسط العائلي؟ تفضل دكتور. النصيحة هو الاحتواء. لابد من احتواء هذا الشاب. واحد يربحوا خير ما يخسروا. لا يفتحوا معه جبهة. يعني الوالدين ولا الأسرة كيتقابلوا بالعنف ولا بالعتاب واللوم الشديد إلى آخره، ربما هو يزداد عنفا. الذي يحتاج إليه هو احتواؤه. كيفاش واحد يكسبه يمتص الغضب نتاعو يحتويه ويربحه إلى صفه. بعد ذلك كيكسب الثقة نتاعو يولي مستعد لقبول التوجيه والإرشاد. هكذا. أما إذا بنيت الجدر بين الموجه وهذا الشاب طبعا لن يسمع لا نصيحة ولا توجيه ولا إرشاد، فيبقى في غيه وفي ضاله وفي عنفه. نعم دكتور. لهذا ننبه المشاهد الكريم بأنه في الحلقة المقبلة بحول الله تعالى سنخصص عدد خاص حول الشباب والمخدرات والعنف. إذن هناك نأخذ أول اتصال بالنسبة لبرنامج والصلح خير على بركة الله. محمد من ولاية تيزي وزو. السلام عليكم أخي الكريم. السلام ورحمة الله وبركاته. سلام الأخت نجاة. السلام عليكم. سلام فضيلة دكتور بويزري. مرحبا بك معنا في برنامج والصلح خير سيد محمد. ربما عندك تعقيب أو تريد الإشارة إلى يعني مجموعة من القضايا اللي تتعلق بالشباب والعنف. تفضل نحن نستمع إليك. بالفعل. محمد. نعم تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. في البداية أود أن أشكركم على هذه الحصة واختياركم لهذا الموضوع الشائك، فجزاكم الله خيرا. بارك الله كما فيك. أود أن أتقدم لفضيلة الدكتور بويزري بجزيل الشكر والعرفان لكل ما يقوم به في خدمة ديننا الحنيف ومجتمعنا. بارك الله فيك. فيما يخص موضوع العنف الذي يفتك بمجتمعنا، في الحقيقة أنا أرى أنه عرض من أعراض مرض أكثر عمق وإن تشعبت أسبابه. نعم. Ce n'est qu'un symptôme d'un mal plus profond. نعم. هذه الأسباب تتعرض لها الإخوة الذين تدخلوا في الحصة الماضية، وتعرض كذلك لها الأستاذ بويزري. أضيف فقط سببين. نعم. الأول مهمين. نعم. السبب الأول نعم هو بالإضافة إلى ضعف المنظومة التربوية. نعم. أرى أن الوازع الديني في أوساط شبابنا فيه نوع من الضبابية والضعف. لا أقصد التدين، لأنه الحمد لله مساجدنا مكتظة بشبابنا والحمد لله. الحمد لله. وإنما تقصد. نعم. وإنما تقصد. وإنما نعم وإنما أقصد
تجسيد تعاليم ديننا في معاملاتنا وتصرفاتنا اليومية. نعم. لأننا في الحقيقة كمسلمين أظن أننا اشتغلنا فقط بالعبادات والشعائر وأهملنا المقاصد والأولويات التي هي لب ديننا الحنيف. نعم. السبب الثاني في رأيي، وهذا ينطبق على المدرسة والمجتمع ككل، نعم، وهو انسداد الآفاق بالنسبة لشبابنا وتذبذب سلم القيم في المجتمع. Nous assistons à un renversement terrible des valeurs et une perte dramatique de repères. نعم، l'échelle des valeurs انقلب. نعم. من بين هذه القيم قيمة العمل كوسيلة للكسب الحلال والعيش الكريم. نعم. حتى أن شبابنا أصبح في مأزق ويمكن أن نلخص هذا المأزق في مثل متداول في مجتمعنا والذي هو اللغة القبائلية. نعم. أن بعض الشباب يقول لك الحرام نوثيت الحلال سنزميرارا. هذه مشكلة كما يقول الشيخ بويزري. نعم. لهذا سببين أود أن أتطرق لمحاولة حلول. الحل الأول الذي أراه بالنسبة للوازع الديني، نعم، أرى أن دور الأئمة والعلماء كبير جدا في توضيح المعالم الحقيقية للدين الإسلامي بما فيها التسامح والصبر إلى غير ذلك. وفي هذا المجال أثمن كثيرا العمل الذي يقوم به فضيلة الشيخ بويزري. نعم، بارك الله فيك، نشكرك. نعم. حقيقة أن الزمان تغير والمشاكل كثرت كما أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث اللي قاله للصحابة رضوان الله عليهم. قال لهم ألو. نعم، رانا نسمع فيك محمد. نعم، ماذا قال؟ لهم لا يأتي عليكم زمان إلا والذي من بعده أشر حتى تلقون ربكم. نعم. إذن هذه دعوة في الحقيقة إلى إيجاد مناهج جديدة. نعم. وطرق لإيصال المعنى الحقيقي لديننا للمجتمع. نعم، بارك الله فيك. بارك الله فيك محمد. ربما حبيت إضافة أو نعم. تفضل. إضافة فيما يخص الحل الثاني الذي أراه. نعم. هو دور الأولياء الذين يجب أن يكونوا قدوة للأبناء. دور الأولياء. نعم. نعم. تعليمهم الصبر، وكذلك مثلا هناك أخصائيين مثلا في علم النفس أو علم الاجتماع. نعم. يطلبون مثلا من أولياء عدم التشاجر مثلا أمام الأطفال. وإن كان لابد من ذلك اختيار أساليب للتفاهم والحوار لتكون فرصة للأولاد لتعلم هذا الأسلوب. نعم، بارك الله فيك. كذلك بالنسبة للأولياء. ألو. نعم. كذلك بالنسبة للأولياء يجب مراعاة احتياجات الطفل الحديث في زمانه، لكن في عصرنا. احتياجاته في الزمن الماضي والزمن تختلف. زمن اليوم تختلف. نعم. ليست نفس الاحتياجات. ليست نفس الشيء. نعم. وهنا نستشهد بقول الصحابي عمر بن الخطاب. نعم. لما قال للصحابة. نعم. قال لهم ربوا أولادكم على زمانهم فإنهم خلقوا لزمان غير زمانكم. نعم، بارك الله فيك. بارك الله فيك. نشكرك جزيل الشكر على كل هذه الإضافات لبرنامج الصلح خير يا سيد محمد من تيزي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله. نشكرك جزيل الشكر. نأخذ اتصال آخر من ولاية البويرة. من معي سعيد من فضلك؟ السيد بوبكر من ولاية البويرة. السلام عليكم أخي الكريم. ألو. مرحبا بك سيد بوبكر معنا في برنامج والصلح خير.
مرحبا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إن العنف بين الشباب إنه موضوع مهم جدا لدى العام والخاص سيد الدكتور المحترم. فالشباب متشبع بثقافته الأصيلة، فعلى الشباب التمعن أكثر لعدم الاتجاه إلى العنف، لأن العنف يؤدي إلى ضياع الطاقة الشبانية. على شبابنا التمعن أكثر لسد الفراغ وقضاء وقته في الاتجاه الإيجابي عوضا أن يقضي وقته في الاتجاه السلبي، لما نص عليها ديننا الحنيف. لا بد أن تكون التوعية الشبانية باختيار الطرق التي تؤدي إلى الفلاح. الشباب إنهم ركيزة سليمة لبناء الحضارات وتطوير الشعوب. قبل المغادرة إن كافة أفراد جمعية إسعاد الولائية بالبويرة والصلح خير المتمركزة بمشدالة تتمنى لهذا البرنامج الكريم مديد العمر ووفقكم الله بخدمة البلاد والعباد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بارك الله فيك السيد أبو بكر من ولاية بويرة على هذه الإضافة وهذا التوضيح، ونحن نتمنى أيضا للجمعية التوفيق والنجاح. فضيلة الدكتور، أول اتصال كان لمحمد من تيزي وزو اللي قال بلي العنف أصبح يفتك مجتمعنا مع جملة من مقاصد وكيف نحارب العنف، وإلى بعض الاستنتاجات الذي انتهى بها في نهاية المطاف في تدخله. تفضل دكتور. لك الفضل الأخ محمد، جزاك الله خير على هذه المشاركة الطيبة، ونثمن هذه الإضافات وهذا التفاعل مع البرنامج، لأنه في الحقيقة كل واحد عنده فكرة يقدمها إن شاء الله نستثمرها جميعا ويعود نفعها على الجميع. فحقيقة هذا التشخيص العلمي الدقيق المنهجي قدم إضافة يعني قيمة مضافة لهذا اللقاء اليوم، حينما تحدث عن الضبابية في فهم الدين، ودعا إلى تجسيد تعاليم الدين في المعاملات. الدين المعاملة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إهمال المقاصد واضطراب سلم الأولويات، هذه كلها أسباب حقيقة أسباب موضوعية، وانسداد الآفاق أمام الشباب، لأن الإنسان كيفقد الأمل، كل شيء يعني يشوف الدنيا كحلة، يولي ييأس، وإذا كان ييأس اليأس يؤدي إلى الضياع، ضياع المعالم. لذلك صدق الذي قال اليأس يقتل الفضائل في النفوس. لذلك ربنا جل جلاله يزرع في قلوبنا الأمل. قصة يوسف ذكرناها مرارا، يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، رغم اجتماع أسباب اليأس. يعني لو كان نعود قصة يوسف أسباب اليأس كلها موجودة. يوسف ضاع لمدة سنوات، وما كانش الانترنت وما كانش جوجل، ما كان ولا شيء. خوتو مسافات طويلة للبحث عن يوسف. خوتو جاب القميص نتاعو ملطخ بالدم، قالوا كله الذئب هيك وشن، معناتها لا أمل، ماهوش وقيل موجود وقيل راه موجود، لا، يعني اجتمعت عوامل اليأس كلها. ولكن مع ذلك باش ربي يعلمنا من خلال قصة يوسف، قال له يعقوب لولاده يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. إذن هنا هنا البطولة، بطولتنا جميعا تكمن هنا، كيف نزرع شجرة الأمل حيث تجتمع عوامل اليأس. شكرا يا أخي محمد، بارك الله فيك. وأشار إلى أعطانا أمثلة قيمة العمل، ويبدأ مثل قضية الله يبارك الحرام نوغيث، ولكن لحل وسن زميلة لا، حقيقة معناها نوازع الخير موجودة في الشباب، ولكن كيف نحن نستثمرها؟ هذيك بذور الخير، بذور الشر هذيك تنطفئ قليلا قليلا كلما فهمنا هؤلاء الشباب الحلول. صح، الوازع الديني دور العلماء في توضيح هذه المعالم، صحيح. وثم كي قال لابد من مناهج جديدة، لأنه إذا كان المناهج القديمة ما تنفعش الآن. مانيش نقول نتنكر لها جميعا، لا، ولكن نقول نقولبها، نخليوها تواكب العصر، تتمشى مع. نعم. وكي تكلم على الأولياء أيضا قال لك لازم يكونوا قدوة، صح. إذا كان الوالدين يديروا قيرة قدام أولادهم،
وبعدين يدير لهم محاضرة يقول لهم ماشي بالعنف. يعني لسان الحال أصدق وأقوى تأثيرا من لسان المقال. هما باغيين الأنموذج الكونكري، باغيين القدوة، هذا اللي باغيين الشباب. نعم. لذلك حتى كي يكون مشكلة داخل الأسرة الأب والأم هيخليهم يتحاوروا بقوة المنطق لا بمنطق القوة. نعم. خاطر كاين قوة المنطق بليزارغيومون بالأدلة بالحجج، هذه حاجة قوية جدا، هذا علو همة. إذا كان ما كانش قوة المنطق نعم. يحل محلها منطق القوة. نعم. طاق على منطق، حديث لا أصل له، طاق على منطق يعني كل يوم يستخدم يغيل لا هدو. وبعدين ذكر كلام عمر الخطاب ربوا أولادكم قال فإنهم خلقوا لزمان غير زمانكم، مع مراعاة احتياجات الجيل تاع درك. يعني قبل سنوات هل ترى الذراري يطلبوا فليكسي هذا تاع البورطابل ما كانش اصلا، نزل قيس سوالا يعني سما شاوت قصه شعبيه. ولكن الان هذه احتياجات، ممكن طفل بالك ما تعطيلوش حاجه اللي ياكلها وكذا وكذا ممكن يصبر، ولكن ما تفليكسيلوش هي كارثه. لذلك لابد الاولياء يكونوا في المستوى، يفهموا احتياجات اولاد اليوم ضروره. اذا كان ما ربحناهمش والله غير خلات علينا، يعني ربي يستر. هذا واش نقولوا احنا ما زرعوش الياس ان شاء الله، ولكن نقول الاولياء دعوه صعبه. مانيش نقول يعني في نفس الاطار دكتور، يعني كاين واحد الاولياء يعترفوا هكا يقول لك ما قدرناش على اولادنا، هذه ماشي تعتبر كارثه دكتور؟ والله غير صعب نقول غير من خلال يعني يا دكتور انت الرجل المصلح كيف ترى هذه الوضعيه وهذه الحاله؟ هو الوالدين اللي استقلوا الاستقاله ماشي مقبول، تراجع. نعم تراجع استقاله وخاطرين وما نقدرش. لا نعم. قل انا قادر. نعم. انا قادر، اما استشير كما قال الاخي محمد بارك الله في الاستاذ محمد. شوف المختصين اهل السوسيولوج البسيكولوج اللي كاع اللي عندهم الخبره المجربين يعطوكم المهارات، يعطوكم الكيفيات، المناهج كيف تحتوي هذا الشباب وهذا الصغار والسلام هذا مكان. ويولي ان شاء الله الخير كما المال ما كيسقط من السماء. اذا كان لقى سدود فيرقوا براجن وكذا الماء هذا كينفع، إذا كان خليناهم ضيعني يولي الماء يدمر، وكذلك بالنسبة للشباب. نعم دكتور نأخذ اتصال من الجالية من فرنسا، يتصل بنا السيد مراد. مرحبا بك أخي الكريم في برنامج والصلح خير. السلام عليكم مراد. ألو السلام عليكم. السلام عليكم مراد، كيف حالك؟ مراد؟ وي مراد تقدر تنقص التلفاز؟ داكور نقص له باش نقدر نسمعوك. مرحبا بك مراد في برنامج الصلح خير. نعم الله يهنيك. تفضل. جوست attends parce que elle est pas loin de chez moi. راه نسمعوك سي مراد تفضل. لي با لوان دو شي فو. شكون؟ باش نهضر مع تفضل مع الدكتور. نسمعوك تفضل. تفضل في العربيه. سير حساك توفيق. سير بالفرنسيه ولا بالامازيغيه؟ تفضل. داكور. تفضل الامازيغيه. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. باسكو كنلقى الصقبيل دوكني سقسمي يروحوا للصيد يترمس نتاكل السقس يروح كلش. نعم. ايوا ندير ديك سقونا للصيد الجماع سقسمي نغرس للصيد كل يوم للصيد يتبدل الدونيت. نعم الرسالة وصلت. أعطيك ساسي مراد. زيد إضافة أخرى تفضل. الرياض الرياض زيك ما نسافر مغرى دي تمور يونا يروحنا في مغرى أديتي في مغراني أكسو من الناس الدوية السخام مثلا الجماعة فولا دو ذخر في سخام كومبلي وذا غير تقامارا البركة نعمه. C'est ça le monde, comment on dit en français, le monde à l'envers. Le monde à l'envers, نعم مراد. إن شاء الله il sera plus à l'envers مراد. On souhaite dans le bon sens, comme on dit. Un monde tout droit. كان ديت جديث اسي مراد دقائق ندير الغرفة التفصيل جديد ديال الشرايط يكون يعني ربي إن شاء الله. كاين ولا الحمد لله كاين نتشازوا الحمد لله كاين. الحمد لله. نتزار الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. Dans ma vie, هو الناس مسكنين محمد نصر الدين الألباني. الله يبارك. راح يبص c'est un اسم الله سيري je l'ai rencontré là-bas. إن شاء الله. نعم. Mais je crois en 88.
88. نعم. Voilà, depuis ce jour-là, j'ai fait ma prière, il n'y a aucun problème. الحمد لله. كي ثبت ربي ان شاء الله سي مراد، ربي يثبتك ان شاء الله. اجمالك ان شاء الله. ربي يقبل صلاتك وقيامك يا مراد ان شاء الله. Juste, نعم. Est-ce que il y a des mots que je peux te parler en dehors de l'émission. Ouais, s'il vous plaît. Vous préférez parler avec le docteur Bouizri en confidentialité. Voilà, s'il vous plaît. Est-ce que تقدر تاخذ الرقم تاعو يعطوه لك في العريضه التقنيه، واذا كان حبيت تخلي الرقم تاعك سيد مراد خليه للتقنيين، راهم كاع شباب الله يباركهم فرحانين اليوم، ياخذوا الرقم تاعك مباشره كي يخلص البرنامج فضيله الدكتور سعيد بويزري يتصل بك. D'accord. هكذا ما تقطعش، ne coupez pas, donnez votre numéro de téléphone et on l'aura juste après à la fin de l'émission. شكرا مراد من فرنسا. دكتور، نعود إلى أبو بكر من بويرة اللي هو أيضا أضاف مجموعة من يعني جملة من مقاصد يعني العنف يعني السلبية، وكيفاش نخرجوا من هذا العنف اللي رانا نعانيه منه في الأوساط الشبانية. تفضل دكتور. تفضل أخ أبو بكر جزاه الله خير. بعدما بين مآلات العنف، نعم. حقيقة عنده الحق كي قال العنف يؤدي إلى ضياع الطاقات. في النهاية هذا الشاب العنيف ممكن يلقى روحه في النهاية معطوب، ماهوش دائما ينتصر، أحيانا ينكسر، ممكن يضربوه، ممكن، فبالتالي يعني يدمر روحه، يدمر غيره. هذه مسألة خطيرة لابد أن، لأن الشعور بخطورة الوضع هو أول خطوة نحو التصحيح والعلاج. الرسالة الثانية إيجابية، قال لك الشباب متشبع بثقافته الأصيلة. فعلا يعني كاين الخير في الشباب، كاين خير كبير، ولكن يحتاجوا شكون يفهمهم ويوجههم ويأخذ بأيديهم. الآن في التنمية البشرية كما يسمى بالكوتشينج، هذه المرافقة هذه نعم. هي موجودة. يعني كي نقراو برك في سورة الكهف نلقاو كيفاه سيدنا الخضر مع سيدنا موسى كيفاش تمت المرافقة بينهما. نعم. الرفقة، المرافقة ماهوش فقط النظري لا تيوري يجب ينبغي، نعم. ولكن هذه المرافقة العملية الدائمة مهمة نعم. جدا. أعطيك ساعة سي بكر. نعم. ثم تحدث عن الإيجابية. الحقيقة ماذا بك تكون نظرتنا إيجابية إن شاء الله، ننظر إلى هذه الحياة بنظرة تفاؤل لا تشاؤم. نعم. أما جمعية إسعاد نتمنى لها إن شاء الله كل النجاح والتوفيق ومزيدا من الإصلاح والصلاح والخيرات والبركة إن شاء الله. دكتور مراد من فرنسا. دكتور، اللي تواصل معنا من خلال برنامج الصلح خير. نعم. تفضل دكتور. سي مراد، ثاني الأمر المهم كي نشوف واحد يعني في الغربة ولكن ما نساش لا دينه ولا أصالته. نعم. يعني هذا أمر مفرح. يعني احنا شبابنا اللي راهم في الخارج هم سفراء في الحقيقة، ليس نعم. كذلك؟ نعم. يعني هم لا فيترين، هذيك الواجهة إذا كانت الواجهة مشرقة مضيئة يسعدنا. نعم. وإذا كان خربوا لنا نحزنوا. نعم. وننكسفوا، أليس كذلك؟ نعم. هم سفراء. كي تلقى شباب متمسك بدين ونقول الحمد لله شباب متدين، وهذه قمة العزة، ولو كان في بلاد الغربة ولكن يحكم في دينه. لكن نعم. قال الشيخ محمد في السيافور شمال الحسين الدين كل شيء ثان دين. الإنسان يعتز بدينه حيث كان، اتق الله حيثما كنت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني الإيجابي تجديد مع الأصالة. كي قال لك باللي نهار اللي كانت الأسرة تاكل في الطبسي واحد يعني ولحمة واحدة يتقسموا. يعني سبحان الله الأسرة كانت البركة يعني كانت البركة. كانت البركة يأكلوا مع بعض والبركة موجودة وما شاء الله. والأسرة أعضاء الأسرة يتعاونوا ويتعارفوا ويتشاوروا ويتناصحوا، الجيل القديم يعطي الجيل الجديد وهكذا. ما يكونش صراع الأجيال، يكون تكامل بين الأجيال. لذلك هذه كلها ليس بالأمر الصعب إن شاء الله تعالى، يمكن أن نعود إليها، ولكن بالاجتهاد وبالصبر الجميل وبالنفس الطويل. نسأل الله أن يسر أمورنا. نعطيك الصحة سي مراد وبارك الله فيك. إن شاء الله دكتور. سعيد، كم بقي من الوقت حتى نرى في أمور أخرى؟ 10 دقائق. هل هناك اتصال؟ سعيد، نعم.
10 دقائق دكتور. ربما دكتور نعود إلى سؤال مهم، ربما بعد الاتصالات يعني للسيد محمد والسيد أيضا أبو بكر من بويرة ومراد من فرنسا تحدث عن شيء آخر، ولكن المغزى أنه دكتور بالنسبة للأوساط الشبانية هذه دائما احنا نتحدثوا ونقولوا يعني وجدوا روحهم في فراغ والبطالة وكذا وكذا. الحل الجذري حتى نقتلع هذا العنف من الأوساط الشبانية دكتور، في بعض الأحيان كاين حالات تجي تقول لك يخدم ولا بس عليه وعنده دراهم وعنده دار ولكنه متعنف، يعني ما هو عايش لا بطالة ولا فراغ. يعني دكتور من أين يأتي هذا السبب اللي حتى يولي هذا الشاب ولا هذا الإنسان متزوج وعنده أطفال يتعنف مع أولاده ويتعنف في الوسط الاجتماعي، يعني في وسط العملي أو في الشارع إن كان مع جيرانه مثلا؟ دكتور تأتي مثل هذه المسائل والقضايا لبرنامج والصلح خير. نعم. الأستاذ محمد حينما تحدث قال العنف هو من الأعراض. نعم. parmi symptômes صح؟ les symptômes نعم. يعني معنى المشكلة أعمق. إذا كان الطبيب يعالج الأعراض فقط ولا يعالج أصل الداء، أصل الداء تبقى دائما الأعراض تعالج عبارة عن مراهم تهدئة فقط، معنى لم يستأصل المرض ولم يعالج المرض حقيقة في جذوره. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الفراغ هذا أم العيوب. لذلك الحسن البصري مما ينسب إليه إنه قال: النفس إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية. النفس هذه النفس صعبة جدا جدا. لذلك لابد من إدراك حقيقة النفس، هذا من جهة. لابد من إدراك التحديات المعاصرة والتحولات الجديدة التي أفرزها عالم اليوم. نعم. العالم الآن يختلف تماما عن العالم فيما سبق، سواء الثقافات وهذه النوافذ المفتوحة، وسائل الاتصال، وهذه الثورات الكبيرة اللي في جميع مجالات الحياة والإعلام والاتصال وإلى آخر. الآن الأطفال يحرك فقط وهم مهيئون لهذا الشيء. يتعاملوا، ممكن يجوا هنا الوالدين والجامع وكذلك المدرسة يزرعوا القيم بقوة، ولكن صورة واحدة، فيلم واحد، ربما تواصل اجتماعي معين، تواصل مع هذا اسمه الانترنت، قد يدمر جميع ما بناه هؤلاء البناؤون. بل ينسف نسفا. لذلك الأمر ليس بالأمر الهين، الأمر خطير جدا. لابد من استنفار جميع الجهود وتجميع جميع الطاقات باش نفهم واقعنا، لأنه فهم المشكلة نصف الحل. إذا ما فهمناش طبيعة القضايا والمشكلات التي أفرزها الواقع لا يمكن أن نصل إلى الحلول. كاين اللي يتصرف تصرفات لا تنسجم تماما مع أخطاء الشباب اليوم تماما. قد يستخدم الأساليب القديمة لمعالجة قضايا جديدة فلا يفلح. فيلجأ ذلك المربي أو ذلك سواء كان معلما أو ولي أمر أو إماما، هؤلاء يلجأون أيضا إلى العنف. أعطيك مثال. داخل المساجد، ويجي نهار نتكلم حتى في هذا الموضوع. إن شاء الله. المساجد أحيانا لمسألة خلافية فقهية تجد ربما من يتصدر للفتوى، يعني المنابر الفتوى، أو يتصدر للدروس والوعظ والإرشاد، قد يمارس العنف حتى على الناس، يعنفهم، بدل أنه يزرع الحلم والخير والصلاح والتسامح إلى آخره، يزرع العنف. وخاصة العنف الذي ارتدى ثوب الدين. نعم. هذا أخطر. لماذا؟ لأنه كانه يعطي الشرعية لسلوكاته العنيفة، وهذا في قمة الخلل. لذلك إذا فهمنا هذا الواقع وتعاوننا جميعا إن شاء الله تعالى سيغير الله حال لأحسن حال. ربي قال في سورة الرعد: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يعني الآن نرى ما بقومنا
في مجتمعاتنا في الجزائر وخارج في العالم الإسلامي بل على مستوى الكرة الأرضية قاطبة، نلاحظ هذا العنف موجود في كل مكان. ولكن إذا كان استوعبنا كما قلنا هذا الواقع وعدنا إلى ديننا الحنيف نجد البلسم، نجد الحلول، نجد العلاجات، الوصفات العلاجية الناجعة النافعة الفاعلة. وربنا قال وقل اعملوا. دكتور، ربما اقتربنا إلى نهاية البرنامج على ما أظن، قعد 4 دقائق أو 5 دقائق لست أدري، ولكن دكتور تفضل بالنسبة للرسائل بالنسبة للشباب والعنف. دكتور تفضل. الرسالة الأولى نؤكد على أن الشباب هم طاقة. عندك الوقت دكتور 5 دقائق اللي قلنا يعاتبوني المشاهدين يقول لك الرسائل في بعض الأحيان الدكتور يقولها بالزربة ما نقدرش نستوعبوها، وكاين حتى اللي يحكم ورقة وقلم ويكتب. نقولها إن شاء الله بالعربية والقبائلية يستوعبوها جميعا إن شاء الله. دكتور. الشباب هي مرحلة القوة بين ضعفين. ممكن شبه الشباب كما الشمس. الشمس حينما تشرق في الصباح تكون ضعيفة. ما أجمل هذا الوصف. نعم. دكتور. وحينما تغيب في المساء تضعف. نعم. متى تكون الشمس وقادة قوية؟ متى؟ مضيئة في وسط النهار. في وسط النهار. نعم. فكذلك الإنسان يكون قويا في وسط العمر. نعم. لذلك هذه المرحلة مرحلة مهمة جدا. قلنا قبل حين هي طاقة عمار إن أحسننا توجيهها، وطاقة الدمار إن أسأنا توجيهها وإرشادها. هذه من جهة. من جهة ثانية، إذا لم نؤثر شبابنا ماذا يحصل؟ معنى ضيعنا فرص النهضة على أمتنا. من ينهض بهذه الأمة؟ من يبني، من يبدع، من ينتج، من يدرس، من هؤلاء الشباب يحملوا المشعل. حنا كنرجعوا لثورتنا المباركة، شكون اللي دارها؟ شباب اللي بغى يزور مقابر الشهداء يشوف اللي عنده 18 و20 25 شباب معظمهم. لذلك نقول هؤلاء الشباب فجروا الثورة وجابوا النصر بفضل الله عز وجل، بنصر الله عز وجل. ولكن الشباب اليوم مطلوب باش يبنيوا الأوطان على مستوى بلادنا، على مستوى بلدان المسلمين قاطبة. فنضيع فرص عديدة على أمتنا. هذه من جهة. من جهة ثالثة كرسالة ثالثة مهمة جدا، أن هؤلاء الشباب إذا أحسننا توجيههم إن شاء الله نقرب، يعني كما يقولوا وقت التمكين. نقرب النجاح. كما اليوم انتصروا في كرة القدم. علاش ما تكونش انتصارات في جميع المجالات؟ نريد أن نحقق انتصارات في الاقتصاد، في السياسة، في الثقافة، في الإعلام، في الرياضة، في جميع المجالات. ومثل هذه الانتصارات ربما دكتور تمتص هذاك العنف اللي يكون أو يتمخض ويوجد في روحه. نعم. يقينا. لذلك كلما أكثرنا من انتصاراتنا كلما نأتي الرسالة الرابعة وهي الأمل. رسالة الأمل. يقول بعض الشباب يقول خلاص يأست، يعني هذه النظرة السوداوية تزرع اليأس في القلوب. وذكرنا قبل حين هذه الحكمة: اليأس يقتل الفضائل في النفوس. لابد أن نزرع الأمل. وقد قال الشاعر: وعلل النفس بالأمل أرقبها ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. استقبيليث المزين ذنثني إذا يروج نتمورت نتمتين نتواشوت نبذروم ذي المزين ما نفكيس نزال الصرفقة سوله سيني الهان المزيناكي أذنفعن أما من ديغلين سقينوان ما إلا وفن ثيرقوا أضرحنا أذنفعن ذي البحاير ذي التجور ذي الخير ما إلا نجاثنا هملا أدوين كان أين خسرنا دوالنا ذا خسار في السناث ما إلا نربحيثن أغدفكين كان أين الهان أما غي إثمورثنا أما غي الأمنا أما غي ثلقيث مرة نسيري ما ذيك واستخدم كيغيل سيتو ذرثنا سقولا غننا سقولا ونا باش نعيش ذي ثلويث ذي السر ذي السر نتجاون ثلويث أرثي مليث. بارك الله فيك دكتور. نشكرك على كل هذه التوجيهات يعني التي تكون دائما في برنامج والصلح خير إيجابية بالنسبة لكل من يشاهد برنامج والصلح خير. في الحلقة المقبلة سنعد عددا حول الشباب والمخدرات وآفة المخدرات في الأوساط الأسرية. وصلنا إلى نهاية هذا البرنامج. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.